السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وصحة وسعادة يا رب. النهاردة بقى كده هنعمل مع بعض الورق العنب الجميل اللي انتوا شايفينه ده. مش اي حد طبعا يعمل ورق عنب ولا يلف ورق عنب، فهنعمله بطريقة كده تحفة، طريقة فلاحي كده. وعايزة اوريكم بقى لفي في ورق العنب وتقولوا له رأيكم في التعليقات يعني، ومين اللي بيعرف يلف ورق العنب ومين ما بيعرفش يلف ورق العنب. وانا وريتكم برضو في الفيديو ده ازاي تلف ورق العنب بكل سهولة ومش هياخد معاكي وقت خالص. طبعا دي الشوربة بتاعت الفراخ بتاعتنا اللي طبعا اهم حاجة تظبطي التوابل بتاعت الشوربة عشان هتسقي بيه المحشي بتاعك فيبقى طالع طعمه حلو. طبعا هنا هوريكم بقى الخلطة بتاعت المحشي. انا هنا كنت مقطعه بصلتين كده زي ما انتوا شايفين وقرن فلفل، وخليت الزيت بتاعنا سخن على النار ونزلت بقى كده بالبصله. اهم حاجه تخلي الزيت يسخن عشان البصله تتحمر معاكي بسرعه، ما تعوقش معاكي على النار. وهنا نزلت كده بمعلقتين من الزبده، دي تركايه بقى من عندي. الزبده هتخلي المحشي بتاعك تحفه، يعني تخلي ريحته جميله جدا وطعمه حلو. حطيت كده معلقتين زبده. ودي كده طبعا الشوربه بتاعتنا بعد ما غلت كنت حاطه فيها بصل وفلفل وطماطم ورق لورا وحبهان وفلفل اسود وكمون وشويه كزبره. حطيتهم في الاخر ونزلت كده بقى طبعا بالفراخ بتاعتنا بعد ما الشوربه غلت، واسيبها بقى كده تستوي براحتها على النار. وطبعا دي البصله بتاعت المحشي، اهم حاجه بصله المحشي تتحمر حلو معاكي. بس ودي طبعا الحله بتاعت اللي احنا هنسلق فيها الورق بتاع العنب. نزلت كده بليمونه متقطعه، اهم حاجه الليمونه دي علشان طعم المزازه اللي فيه، وكمان ما يخليش ايدك تسمر يعني وانتي بتغسلي المواعين وكده. الليمونه دي ما بتعملش حاجه يعني، ولما بتيجي تلفيه وكده. بس طبعا الصلصه بتاعتنا انا طبعا كان عندي طماطم متخزنه في الفريزر، ونزلت كده على البصله طبعا بعد ما احمرت زي ما انتوا شايفين. وهنا طبعا ورق العنب كنت بسلقه بحاله كده زي ما هو يعني. لو انت عايزه عادي تحوشي العصايه بتاعته دي عادي حوشيها، بس انا طبعا ما كانش عندي وقت، فانا جبته كده زي ما هو وسلقته، وابقى احوش بقى العصايه دي وانا بلفه كده عادي، مفيش اي مشكله يعني. طبعا دي الصلصه بتاعتي كده كانت خلاص داخله كده على سوا شويه. حطيت شويه فلفل اسود وشويه كزبره ناشفه، واهم حاجه يا جماعه الكزبره الناشفه بتدي للمحشي طعم جميل جدا يعني. طبعا الصلصه بتاعتنا كده بعد ما اتسبكت حطيت لها طبعا شويه بابريكا وفلفل اسود والكزبره الناشفه اللي انا قلت لكم عليها. ولو عايزه لو عندك توابل محشي عادي ممكن تحطي. طبعا الحله كانت صغيره فانا حطيتها في الحله الكبيره دي طبعا عشان لسه هحط رز وخضره وكده. سبت الصلصه بتاعتنا اتسبكت كده على النار وخدت اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده، اللون الاحمر ده. ونزلت طبعا بالرز. الرز بتاعنا كان نضيف جدا مش محتاج يعني يتغسل ولا حاجه. نزلت كده بالرز على الصلصه بتاعتنا وهقلبهم شويه كده على النار، وبعد كده هننزل بقى بالخضره. الخضره طبعا عباره عن ايه؟ عن كزبره وشبت. هتغسليهم كويس جدا وتقطعيهم وهتنزلي بقى على الرز بتاعك كده. كنت مقطعه بقى الكزبره والشبت كده زي ما انتوا شايفين، ونزلت كده بقى على الخلطه بتاعتنا هقلب كده كله مع بعضه، وبكده يكون بقى الخلطه بتاعتنا جاهزت ونبتدي بقى نلف الورق بتاعنا. حطيت كده شويه توابل في الاخر عشان الطعم يعني. وده طبعا كده الورق العنب كان جميل كده ما شاء الله زي ما انتوا شايفين، والورقه يعني كانت حلوه. وده فلفل كده بحب ان انا احشيه واحطه على وش الحله بتاعه المحشي، بيديله طعم جميل جدا يعني. كده انا حشت العصايه اهي بتاعه الورق. انا كده بوريكم ازاي تلف ورق العنب، سهل جدا ومش محتاج اي حاجه يعني. انت اهم حاجه تلف الورقه، الحته الخشنه دي بتبقى على ايديكي كده من قدام، والحته الناعمه بتبقى ورا. وبتحطي الرز، اهم حاجه تظبطي الرز كده بايدك وانتي بتلفي علشان الصباع يطلع معاكي مظبوط زي ما انتي شايفه كده بالظبط. طبعا انا كنت بلف الصابع بتاعتنا. كنت بحط انا عايزه الشوربه بتاعتنا الجنب ده تنزل غير في الجنب اخر ده عشان وانا الحله بحط الشوربه علشان المحشي بتاعك يكون مستوي كله زي بعضه، ما يكونش صباع مستوي وصباع مش مستوي. طبعا انا وريتكم 3 صوابع كده وانا بلفهم. بس كده هلف بقى كل الحله بتاعتي دلوقتي وهوريكم شكلها في الاخر. الصراحه كانت تحفه جدا والرصه كانت جميله. ووريتكم برضو ورقه اهي، لو حتى الورقه مقطوعه معاكي انا برضو بلفها.
وبلفها برضو، بلف الصباع نفس الصابع زي ما انتوا شايفين، كل صباع قد التاني بالظبط. سهل جدا مش محتاج اي حاجة يعني. بس وهلف بقى كل الحلة بتاعتي كده واوريكم في الاخر منظرها بعد ما لفتها كلها. طبعا ده كان اول رصة، حبيت كده اوريها لكم ان انا هطلع بقى كل الرصات نفس الرصة دي. وده كده بقى المحشي بعد ما رصيت الحلة كلها زي ما انتوا شايفين كده. الله اكبر يعني ما شاء الله. هو محتاج بس شوية بال طويل بس هيطلع معاكي جميل كده زي ما انت شايفاه. واهم حاجة تظبطي الشوربة بتاعتك علشان ما يبصش منك بعد ما يستوي. كده حطيت الفلفل كده على الوش، هيديله طعم جميل جدا. وهظبط بقى الشوربة بتاعت الورق العنب بتاعنا وهسيبه بقى كده يستوي. اول ما تلاقيه بيغلي كده على البوتاجاز هتروحي موطيه عليه وتسيبيه بقى يستوي براحته. واللي اول مره يتفرج على القناه بتاعتي يا ريت يشترك لي في القناه، يعمل لي كومنت حلو كده، وقبل اي حاجه تصلوا بينا على النبي وتذكروا الله. طبعا دي طشه الملوخيه، انتوا عارفين المحشي ما ينفعش من غير ملوخيه خضراء. طبعا حطيت كده شويه زيت ونزلت عليهم بتومه، طبعا توم مفروم انا كنت مخزناه عندي في التلاجة. نزلت كده بمعلقه من التوم على شويه كزبره ناشفه برضو، وهحمر كده التومه بتاعتنا كويس جدا. طبعا الملوخيه انا كنت حاطه الشوربه وحطيت عليها الملوخيه الخضراء بتاعتنا، وهنزل بقى كده على التومه وهنزل بالتومه وشويه الملوخيه دول على بقيه الملوخيه بتاعتنا دي. كده الملوخيه خلاص اتعملت والمحشي طبعا كان هيستوي. وهحمر بقى الفراخ بتاعتنا وبكده يكون اكلتنا خلصت النهارده. يا ريت تقولولي لو عجبتكم الطريقه بتاعه المحشي بتاعتي، يا ريت تكتبولي في الكومنتات. وقبل اي حاجه ما تنسوش تصلوا على النبي وتذكروا الله، وقناتي اسمها ام العيال في البيت بيتي.